انا اسمي احمد حامد حماد السيد، مقيم في المرج. قبل ما اجي لقلب دكتور هنا كان وزني حوالي 140 كيلو، كنت تعبان جدا، ما كنتش اعرف انام، كان بيجي لي خنقه وانا انام بالليل كده، وكنت ما كنتش اخد حبايه عشان الخنقه، اخاف يعني بخاف منها، لان زي ما اكون حاجه كانت بتخنقني. انا عرفت الدكتور محمد عن طريق واحد صاحبي اسمه الحاج عاطف. الحاج عاطف كان عمل عمليه عنده قبل مني انا بشهرين، والحاج عاطف شكر لي فيه قوي، فانا رحت انا فعلا اللي قاله لي الحاج عاطف عليه لقيته فعلا وزياده والله. استاذ احمد حامد هو واحد من الناس العزيزين جدا عليا، هو طبعا سنه فوق 60 سنه وكان عنده مشاكل كتير جدا، وده بيبقى ديبيت عند الناس. وبعدين يعني فكرت اجي لقلب الدكتور محمد، هو راجل ذوق قوي يعني، وراجل محترم واخلاقه عاليه قوي، وحببنا فيه السؤال بتاعه علينا من ساعه ما عملت عمليه، وهو دايما يسال عليا، يتصل بيا العياده بتاعته، كان دايما يكلموني عاملين ايه، عامل ايه يا حاج احمد، لازم تيجي قلب الدكتور، ماشي على ايه وعامل كذا. فالحمد لله والله الموضوع فرق معايا جامد. انا سني عدى 60، هل ينفع اعمل عمليه ولا لا؟ لا طبعا، لو عندك مشاكل تعمل عمليه زي الحاج احمد. عملنا العمليه الحمد لله، نزل في الوزن كتير جدا، تقريبا 30 40 كيلو، حياته اختلفت تماما. كنت بقالي 5 6 سنين بصلي وانا قاعد على قلب الكرسي، ما بسجدش خالص. النهارده بسجد واطلع واتحرك وامشي النهارده، يعني ما شاء الله لا فيش خير، وانا نايم وانام كل حاجه الحمد لله والله. يعني انا كنت قاعد في الارض افكر مين اللي شدني عشان اقوم. هو من الناس تسمع كلام جدا، وده كان غريب، لان لما بيكون برضه سن مش صغير بيبقى احيانا انسان بيرزيستنت شويه على ارائه. كان بيسمع الكلام، كان بيشرب سجاير كتير جدا، رجع شغله واتحرك. من التجارب الناجحه جدا اللي انا بشكره ان هو خد الخطوه دي وعمل العمليه، وفرقت جدا في حياته. واكتر كلمه بيقولها لي وبتعلق في ودني دايما، انا الحمد لله بقيت اعرف اصلي كويس واسجد واقوم بعد ما كنت بصلي على الكرسي. دي ذات نفسها عندي بالدنيا، وان هو ذات نفسه حاسس انه الحمد لله ان هو في سنه ده رجع صغر 10 20 سنه، دي بالدنيا كلها. احنا نقول الحمد لله سبحانه وتعالى، الشكر لله، واحنا نشكر الدكتور محمد ونقول له ربنا يبارك فيك ويزيدك على روحك الطيبه معانا، واسالوا علينا وكل حاجه.